ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. اعتذر ان كان تقديم المحتوى بالعامية وهي لغة غير مناسبة لتوصيل العلوم، لكن هدفي هو تبسيط المحتوى لأقصى درجة ممكنة، لأن نفس الكلام موجود في كتب ومراجع كتير باللغة المناسبة. لكن حقيقة الأمر إن في كتير ممكن يملوا الأسلوب الواحد والمعلومة الواحدة ويتجهوا لتحصيل المعلومة بلغات تانية. نرجع بقى للفيديو النهاردة. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن حاجة مهمة جدا في تطوير الأعمال أو البيزنس ديفلوبمنت، وأول حاجة لازم يكون عارفها مطور الأعمال أو صاحب البيزنس وتعتبر جزء أساسي من شغله هي البيزنس بلان. في قاعدة عامة في تطوير أي شيء مش الأعمال بس بتقول: لا يمكن تطوير ما لا يمكن قياسه، أو you can develop what you can measure. طيب كده بقت سهلة. الأول قبل ما أبني المشروع أعمل خطة أمشي عليها تبقى بالنسبة لي زي الخريطة، أعرف منها أنا بدأت منين ومكاني دلوقتي فين وباقي ليه قد إيه علشان أوصل. الخطة ديت اسمها خطة العمل أو البيزنس بلان، ودي مختلفة عن الاستراتيجيك بلان، ودي هتكلم عنها بتفاصيل أكتر في فيديو منفصل إن شاء الله. تعالوا بقى نعرف إزاي نعمل البيزنس بلان بشكل محترف ومنظم علشان نقدر بعد كده نتابعها ونمشي عليها ونعدلها عند الحاجة. إن شاء الله هساعدك تعملها لنفسك بشكل أعمق وأفضل من الاستشاري، والأهم هتوفر تكلفتها اللي بتتراوح ما بين 5000 جنيه وبتوصل ل 25000 جنيه. أما بالنسبة للناس المهتمين بكارير البيزنس ديفلوبمنت فمش لازم تكون قادر على عمل خطة بنسبة 100%، بس لازم تكون فاهم كل جزء منها، لأن شغلك كبزنس ديفلوبر هيضطر غالبا إنك تعدلها باستمرار. ده غير إن خطة التطوير السنوية بتاعتك قايمة على تحقيق أهدافها. أولا لازم نعرف إن خطة العمل أو البيزنس بلانز 3 أنواع. أول نوع خطة عمل كاملة الكومبليتد بيزنس بلان، ودي ممكن تاخد شهر 2 وأحيانا 3 شهور علشان تطلع في صورتها النهائية. تاني نوع خطة عمل سريعة لكويك بيزنس بلان، ودي لو عندك الخبرة الكافية بالمشروع بتاعك تقدر تعملها في يوم واحد. وتالت نوع خطة عمل معدلة Customized Business Plan، ودي بقى بتاعت الخلاصة. يعني إيه؟ يعني دي اللي بتركز فيها على الأجزاء اللي أنت قوي فيها، بحيث تبين قد إيه أنت تعرف عن البيزنس بتاعك وقادر تديره، بحيث اللي يقرأ البيزنس بلان بتاعتك يقدر إمكانياتك وخبرتك في مجال المشروع اللي أنت عاوز تبدأه. مش بس كده، لو كنت بتعرض خطتك ديت على حد شريك أو ممول محتمل تقدر تقنعه يدخل معاك في البيزنس، أو بمعنى آخر تطمنه على فلوسه واستثماره معاك. موضوع الخبرة والإمكانيات ده هفهمه لكم قدام شوية، وهخلي كل واحد منكم يعمل لنفسه اختبارات تبين ليه إمكانياته وقدراته لو هو حاسس بشوية توهان. وأغلبكم هيستغرب ساعتها إزاي ما كانش عارف كده عن نفسه، وإزاي طول الوقت اللي فات ما استغلش مهاراته دي. أيا كان نوع خطة العمل فهي معمولة علشان تتعدل، ما هيش قرآن يعني. علشان كده اسمها خطة، يعني توقع وتحليل وتفكير وتدبير، ونجاح التنفيذ مرهون بتوفيق ربنا والمتابعة جيدة للخطة. البيزنس بلان مهمة جدا بالنسبة لي، ده لو انت عندك فكرة وعاوز تقنع المستثمر اللي بيدور على مشروع يدخل فيه ان مشروعك او فكرتك هي الانسب ليه واللي هتحقق له الربح اللي هو بيسعى ليه، او البيزنس بتاعك بدأ بلدي وفعلا بيجني ارباح كويسة بس مستقبله مش واضح. بمعنى تاني ما انتاش عارف تكبره ازاي او في اي اتجاه. خد بالك ان اللحظة ديت جاية عليك، اللي هو هتفوق فجأة على احساس ملوش سبب انك تفقد كل اللي وصلت له، لانك ما عدتش عارف هتعمل ايه بعد اللي وصلت ليه، والخطوة الجاية هتبقى ازاي وفين. او لو عندك بيزنس قائم بالفعل ومحتاج ممول او شريك علشان تكبر، خاصة لو البيزنس بتاعك ستيبل. كمان البيزنس بلان هتبقى مهمة ليك لو العكس، لو انت اللي معاك مبلغ وعاوز تستثمره في مشروع لكن مش لاقي حد يقنعك، او لو اقنعك بتحس انه كله كلامه معسول وممكن يكون بيظهر لك المنافع ومخبي عليك المخاطر. هنا بقى خطة العمل بتبين المكاسب والخسائر والمخاطرات المتوقعة وبأرقام كمان، فبتشوف الصورة بالتفصيل وبوضوح، وده بيسهل عليك انك تحسبها وتاخد قرارك وما تبقاش بتجازف بفلوسك زي القمار. مثلا لما حد يعرض عليك مشروع تعبئة خل اللي بيستخدم في المطاعم، وتعرف ان طن الخل الخام لما بيتخفف بالمية بيعمل 21 طن خل جاهز للاستخدام، يعني هتجني مش اقل من 16 ل 17 ضعف اللي دفعته في المادة الخام، وده بعد التكاليف وفي أسوأ الأحوال. معلش هشارك معاكم معلومة ممكن تكون قديمة عندي من قبل التعويم، فمش عارف بصراحة وضع منتج الخل ايه من حيث الأسعار دلوقتي، بس قبل التعويم كان ب 1700 جنيه للطن. طبعا بافتراض ان الأرقام ما زالت صحيحة نسبيا فدي حاجة مغرية. لكن لما خطة العمل اللي بتضم معلومات على المنتج تبين لك ان نسبة البكتيريا ضروري انها ما تتخطاش نسبة معينة والا المنتج هيبقى سام اكتر منه مفيد، فده بيدق جرس في دماغك، فتسأل طيب لو اتخطط ايه اللي هيحصل ساعتها؟ ممكن الإجابة هي اللي تحدد قرارك. هل الضرر اللي هيقع على المشروع والمشاكل والقضايا والتعويضات بسبب خطأ ممكن يحصل يستاهل المخاطرة بمبلغ الاستثمار ولا لا؟
في أنواع من الأسئلة المهمة والصحيحة مش هتظهر إلا بوجود خطة عمل مفصلة، وإلا هتبقى مشاريعنا كلها ضحك على الدقون. تعال نجيب طن خل خام ب 1700 جنيه ونخففه ب 20 طن مية من الحنفية ونرجعهم 30,000 جنيه يا معلم، إيه رأيك؟ ده اسم مشروع ولا ده اسم شغل؟ وصلت الفكرة؟ طيب ممكن تقولي يعني إيه بيزنس بلان الأول؟ طبعا ممكن. البيزنس بلان هي اللي بتصنف وتحلل المشروع وبتدي توقعات مفصلة عن مستقبل المشروع. وخد بالكم من كلمة مفصلة دي، ده كمان بتغطي الجوانب المالية لبداية أو التوسع في مشروع ما. يعني المشروع ده هيحتاج كام عشان يبدأ، وإزاي هيسترد المشروع المبلغ المستثمر، ومقدار الربح من استثمار المبلغ ده في المشروع أو العائد على الاستثمار ال ROI. طيب سؤال تاني، ليه بنعمل البيزنس بلان وإيه لازمتها؟ إحنا بنحتاج نعمل البيزنس بلان لأسباب كتير. يعني مثلا أولا هتساعدك في استقطاب المستثمرين لتنفيذ فكرتك أو مساعدتك في توسيع مشروعك زي ما قلنا في أهميتها من شوية. تاني حاجة هتساعدك تحدد وتاخد قرار مهم جدا اللي هو توقف المشروع ولا تكمل في حالة إن المشروع ما حققش النتائج المتوقعة في الخطة، لأنها هتبين لك إزاي مشروعك بيخسر ومن أي جزء فيه، وهتبين لك قوة أو ضعف المبدأ اللي قام عليه مشروعك. ضيف على كده إن الخطة ديت هتمنعك من الوقوع في حب مشروعك حب أعمى، بمعنى أنت كصاحب مشروع أو صاحب بيزنس أهم واحد فيه، ولازم تكون مقتنع بقوة فكرتك فتكمل، أو مش مقتنع فتقف. هو في حد بيضحك على نفسه ويحط فلوسه في حاجة هو مش مقتنع بيها وعارف إنها هتخسر؟ طبعا لأ، بس اللي بيعمل كده مبقاش عارف، واقع في حب فكرته ومشروعه. البيزنس بلان بقى بتوضح لك، فبتشوف الصورة أوضح وبتقدر تاخد قرارك باستخدام عقلك والأرقام وبس، وبتجنب الحماس أو العاطفة أو الباشن على جنب. في وجود الخطة، القرارات المهمة والمصيرية هتتاخد في وقتها المناسب، وهتوفر على نفسك وعلى المستثمرين أو الشركاء الخسارة. وحاجة هنا مهم إن احنا نقولها، ناس كتير من أصحاب المشاريع الناجحة سبب نجاحهم كان اتخاذ القرارات الصحيحة في وقت مناسب. تالت حاجة هتساعدكم في تحسين وتطوير مبدأ العمل اللي قلت لكم عليه من شوية، اللي هو إيه ده بقى؟ شوف يا سيدي، أنا هشرح لك على طول بمثال. فاكرين الأزمة المالية بتاعت 2008 طبعا؟ احنا في مصر تأثيرها علينا في المعيشة وخلافه كان بسيط جدا، إنما كان في فئة من الناس بتخرب بيوتها حرفيا، وهم فئة المصدرين. فجأة الأسواق اللي بيصدروا لها بره وقفت وما عادش فيه شغل، خصوصا البلاد الأكثر تأثرا. هنا منهم اللي قفل بدري واكتفى بالقرشين، ومنهم اللي عافر وفضل فاتح أملا من تحسن الوضع سريعا، ومنهم اللي غير مبدأ العمل من تصدير لاستيراد، أو من تصدير لوكالة وتوزيع محلي. ده اسمه تغيير مبدأ العمل. بتصنع بس وفجأة قررت تفتح مراكز بيع وتتواصل مع الجمهور مباشرة، ده برضه تغيير مبدأ عمل. كده أظن واضح. رابع حاجة هتساعدك في تحسين فرص نجاح مشروعك، وده عن طريق تقليل نسب المخاطرة. خطة العمل اللي هي اللمبة اللي بتنور لك وتكشف لك الطريق علشان تتفادى الحفر، وياما أكتر النقر والحفر والمطبات في سوقنا المصري بالذات. خامس حاجة بعد ما تنور لنا الطريق هتساعدك تفضل ماشي عليه وما تخرجش عنه. الكلام اللي هقوله ده هيفهمه اللي عنده بيزنس قائم بالفعل، خاصة لما تفتح مشروعك بتبقى باصص لقدام ونفسك تكبر وربحك يزيد، ما انتش عارف ازاي، لكن قدامك هدف او حلم، وانت شغال بتقابلك مشاكل بتطلع من حتت غريبة ومش معمول حسابها في الغالب. المشاكل دي بتحتاج انك تاخد قرارات علشان تحلها، ومن مشكلة لمشكلة وقرار ورا قرار تلاقي نفسك رحت في سكة تانية خالص غير اللي كنت راسمها للمشروع بتاعك. وبدل ما انت كنت تشتغل علشان تكبر، بقيت بتشتغل علشان تحافظ على المشروع شغال وما يقفلش، ويبقى هدفك ان مشروعك يغطي مصاريفه. الله، هو انت كنت عامل مشروع وبتبذل فيه مجهود فوق الطاقة بتاعتك علشان ما يقفلش ويجيب مصاريفه بس؟ وهنا خليني اقول لكم نصيحة مهمة جدا، لازم ولابد لأي مشروع من نظام حسابات حتى ولو بسيط جدا، بيحتوي على الأقل على بالانس شيت اللي هو مركز مالي يبين ليه ايه اللي ليك واللي عليك، وده ممكن من خلال تعيين محاسب أو تولي المهمة لمكتب محاسبة. وأول ظهور للمركز المالي بيبقى في خطة العمل. وللعلم القائمين على القناة محاسبين، فلو انتوا عندكم أي مشكلة في الحسابات في المشروع بتاعكم ممكن تتواصلوا معانا عن طريق الواتساب. لحد هنا هنوقف علشان ما تقلش عليكم، لأن أنا كده طولت فعلا. الفيديو الجاي هنجاوب على السؤال ده، هل فعلا انت نفسك تعمل مشروع؟ مش ممكن تكون نزوة لحظة حماس كان المفروض تعدي بس انت مسكت فيها وثبت؟ هنعرف الفيديو الجاي. شكرا جدا لوقتكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو وتشاركوه مع أصحابكم، ولو عندكم أي استفسار اكتبوا لنا في التعليقات. السلام عليكم.